أهلا بكم في الحكاية بالبلدي. خبر جديد نزل في السوشيال ميديا بقاله كذا يوم. الخبر ده عامل ضجة، وابتدت الناس تتكلم عنه والبلوجر يتكلموا عنه. هو أسماء شريف منير. أسماء شريف منير ديت هي بنت الفنان شريف منير. هي عندها 38 سنة، مواليد تقريبا سنة 1987. تزوجت 3 مرات. الأول كان اسمه محمود السكري، وهو نجل لواء محمد السكري. أما الثاني محمود حجازي، ده فنان، بس فنان يعني مش معروف. تزوجته سنة 2018 واتطلقت منه سنة 2021. الزوج الأولاني طبعا كانوا عارفين بعض من هم أطفال، وقعدوا مع بعض فترة كبيرة. أما الزوج التاني هم قعدوا مع بعض 3 سنين بس. حتى بعد ما اتطلقت منه كانت عملت برضه فيديو نزل على الميديا لما حلقت شعرها زلبطة بالمكنة وحاجات شبه ذلك يعني. أما الزوج الثالث هو مش فنان أو مش مغني أو مش مطرب، مش نعرفه يعني. هو بيشتغل شغلانة هي غريبة شوية في مجتمعنا. هو رقاص، أو هو زي ما بتقولوا كده إيه، بيعلم الناس رقصة. حتى رقصة غريبة جدا في اسمها الهيب هوب. أنا بصراحة عن نفسي مش أعرف إيه هي رقصة الهيب هوب ديت. إنما هو يعني بيعلم الناس رقصة الهيب هوب، وهو رقاص. اسمه أحمد شامل العزمي. هو ما اتجوزش قبل كده. ديّة بالنسبة لأسما، ده الزوج التالت ليها. إنما هو أحمد ده ما كناش نعرفه. هو اتعرف لمّا عمل فيديو ونزل بوست إن هو هيتجوّز أسما. وشريف منير بالفعل طلع في فيديو وقال: أنا باتمنى إن أحمد ده يخلّي باله من أسمى بنتي ومش عارف إيه وكلام من النوع ده. وطبعًا شريف منير هو فنان كبير، مش فنان صغير برضه. هو ليه أعمال كتيرة، ودي بنته من زوجته الأولانية، بنته الكبيرة. دي أكبر أبنائه. وعلى فكرة والدة أسماء أصلًا توفّت، وهو كان اتزوّج صاحبة مراته اللي هي توفّت، وصاحبتها ديّة كانت مسيحية. وهنبقى نعمل حلقة أكيد بالنسبة لشريف منير وبالنسبة لزوجاته، وعن قصة حياته قريب إن شاء الله. إنما هو ده كان خبر كان غريب وكنا لازم نتكلّم عنه، بتاع أسماء شريف منير. وشكرًا على المتابعة.